السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواتي وحبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وفي أحسن حال، يجعل أيامكم كلها خير وبركة وسعادة، اللهم آمين يا رب العالمين، ويصلح حالكم ويريح بالكم ويبارك لكم في كل حبايبكم، وانصر إخواننا في فلسطين، اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين الجمال والحلاوة ديّة؟ أحلى لايك وشير للفيديو، ربنا يبارك له في عمركم يا رب، ما تحرمش منكم أبدًا، أحسن إخوات في الدنيا كلها. يلا يا ست البنات كده انت وهي تعملوا القرص الجميلة الطرية الحلوة دي. عايزة تعمليها سادة تعمليها محشية، يلا ندخل ونشوف القرص بتاعتنا اتعملت ازاي. طبعا عندك حليب لبن رايب، لبن حليب، اي حاجة هتعملي بيها، يعني لبن رايب غليتيه كده، ده بصراحة كان عندي وكنت بغليه فقطع مني، خدته كده وضربته في الخلاط وهعجن بيه. عندك اي لبن اعجني بيه، كوبايتين من اللبن، وعندي هنا حتة من الخميرة كده، عندك خميرة فورية حطي، عندك خميرة من دي كمان حطي. لو عندك خميرة فورية هتحطي باكو او معلقتين من الكبار على العجين بتاعنا، عشان طبعًا أنتم عارفين الجو برد وكده. حطيت على الخميرة بتاعتي شوية من السكر وركنتها على جنب، وحطيت كده السكر بتاعنا أهوّة على 4 معالق من السكر على اللبن، وحطيت معلقة صغيرة من الملح، ونُص معلقة كده من الكربونات اللي هو بتاع الطعمية، وبسم الله ما شاء الله هتطلع معاكِ أحلى قرص زي ما أنتِ شُفتها كده في أول الفيديو. هنحط كمان هنا معلقتين من الخل، اللهم صل على النبي. معايا الدقيق ده أنا معايراه بالكوباية ديّة، هاعاير بيها كده نُص كوباية من الزيت، وهاحط بقى الدقيق بتاعنا ده. طبعًا بُص هي مش مستهلكة مادة دهنية ولا أي حاجة، هي بس كده نُص كوباية من الزيت وطلعت معاكِ طرية وجميلة وزي الفل، بسم الله ما شاء الله. هادوّب كده علشان طبعًا أنا السكر اللي معايا خِشن، سكر من اللي هو بتاع التموين، ودوّبت كمان كده الخميرة، وهنحط كل المكونات السايلة بتاعتنا كده كلها على بعضها. أنا طبعًا حطيت اللبن ده، ولو أنتِ احتجتِ بقى معانا مَيّة دافية كده، لو احتاجنا للعجن بنحط، ما احتاجناش يبقى تمام، لإن طبعًا كل دقيق مش زي التاني. يعني طبعًا ده الدقيق ده بتاعي أنا بتاع غلة، يعني العين الأولانية اللي هي العلامة، فأنا عاملة منها. دقيق بقى طبعًا زيرو، أي دقيق نوع دقيق بينفع، بس أهم حاجة يكون الدقيق بتاعِك عِرْق أبيض كده وحلو زي ما أنتِ شايفة كده. معايا كمان هنا معلقة ونُص من البودر. هتقولي كمية الدقيق قد إيه؟ كمية الدقيق ديّة أنا معايراها بالكوباية اللي أنا معايرة بيها المَيّة اللي أنتِ شُفتها ديّة واللبن. اللهم صل على النبي، 10 كوبايات من الدقيق، 10 ونُص، زي طبعًا ما بيقولوا الكيلو الدقيق 7 كوبايات، فأنا عملت كده 10 كوبايات ونُص، يعني بما يعادل كيلو ونُص من الدقيق، بس بصراحة أنا مش عارفة يعني هو كده يبقى كيلو ونُص من الدقيق والّا لأ. أنا باعجن كده بالبركة وما باعايرش ولا باوزن حاجة خالص، بسم الله ما شاء الله، دايمًا باعمل كده حاجتي بالبركة وبتطلع زي الفل ما شاء الله عليها. بتلمّي كده وبتعجني، وزي ما أنتِ شايفة كده ما احتاجتش معايا مَيّة ولا احتاجت أي حاجة، فأنا طبعًا زي ما قُلت لِك بتنزلي بالمَيّة بتاعتِك حبّة، حبّة علشان خاطر ما تبقاش طرية منِّك أوي، وكمان كل دقيق بيختلف عن التاني. وصلت معايا لهنا يا ست البنات، ما تنسيناش في اللايك والشير للفيديو، ربنا يجعل أيامكم كلها خير وسعادة وهنا ويفرح قلوبكم يا رب العالمين. شايفة زي ما انت شايفة كده ما احتجتش لأي مية خالص، والعجينة بسم الله ما شاء الله معايا ناعمة وطرية وزي الفل، اللهم بارك، حاجة كده زي العسل وبتسيب من الايد اهي، شايفة ما احتاجناش لأي حاجة. هتطلع معاكِ أحلى عجينة، وهتطلع معاكِ طبعًا من إيدِك أحلى قُرَص هتعمليها للمدارس، للفطار، للعشا، بسم الله ما شاء الله، والواحدة منها بتشبّع، يعني بسم الله ما شاء الله، بتنزل كده مطرح ما تسري تمري، حاجة كده زي العسل، الواحدة منها بتشبّع. كده خلاص العجينة بتاعتي بقت زي الفل أهيّة، وعجنتها كويس جدًا ولمّيتها زي ما أنتِ شايفة كده، مش محتاجة إن أنا أدهن وش العجينة بزيت ولا بأي حاجة، بكيس كده عندِك وبتغطّيها وبتتقّلي عليها الغطا عشان الجو طبعًا برد شوية، وبنسيبها بقى لحد كده أمّا تخمر وتبقى معايا زي الفل زي ما أنتِ شايفة، الكيس ما لزقش فيها ولا أي حاجة، بالرغم إن أنا ما دهنتش وش العجينة زيت. لإن العجينة ما شاء الله عليها وما خدتش منّي كمية زيت حاجة، ده يا دوبك نُص كوباية من الزيت، وهنعمل القُرَص الجميلة اللي أنتِ شُفتيها في أول الفيديو، بسم الله ما شاء الله عليها، كمية محترمة، وزي أنا باقول لِك أنا مقطّعاها كبيرة، لو أنتِ حابة بقى تعمليها صغيّرة دي حاجة ترجع لِك أنتِ. معايا هنا الصينية بتاعتي دهنتها كده من الزيت دهنة كده كويسة محترمة كده، علشان القُرَص بتاعتنا تطلع قعرها جميل وتطلع زي الفل ما شاء الله، حاجة كده اللهم بارك.
هتقطّعي بقى التقطيعة بقى على حسب ما أنتِ حابة، كبيرة، صغيّرة، على حسب ما أنتِ حابة، دي حاجة ترجع لِك أنتِ. بسم الله ما شاء الله، بصراحة طعمها زي العسل، حاجة كده زي السُكّر، وبتشتريها بقد إيه من الأفران، وزي ما أنتم عارفين بتشتري العيش الفينو غالي، وبتشتري كمان القُرَص ديّة غالية. طب وأنا ليه؟ أنا كده بشوية بس كوبايتين من اللبن، يعني حتى لو ما عندكيش وعندِك كوباية بس من اللبن هتعملي. كده أنا قطّعتها كلّها أهيّة وخلاص كنت هاعملها سادة، فلقيت عندي حتّة ملبن كده كانت فاضلة من العيد اللي فات، والأيام تتعاد علينا وعليكم بخير، خلاص العيد التاني قرّب أهوّة، رمضان كل سنة وأنتم طيبين، ما بقاش عليه حاجة. فأنا لقيتها عندي في الفريزر، قُلت كده أمّا أعمل إيه كام واحدة كده محشية، أنا مش هاحشيها كلّها، وغطيتها كده وسِبتها لمّا ارتفعت معايا، وبعد ما ارتفعت معايا بابطّطها كده زي ما أنتِ شايفة كده، أنا مش عايزاها تبقى رفيّعة أوي، لأ أنا بس بافردها كده، بس باريّح العجينة كده وهتطلع معايا زي الفل. طبعًا هتقولي لي أنتِ حطيتِ كلّها في صينية واحدة علشان خاطر أنا هاحطها في الفرن الكبير، وطبعًا أنا لو حطيتهم في صينيتين هتبقى يعني إيه، واسعين عليهم، هُم كده حلوين على قد الصينية، يعني بسم الله ما شاء الله الصينية كبيرة، يعني الصورة ظلماها، وكمان القُرَص بتاعتي ما شاء الله كبيرة، فأنا كده ما لقيت المكان كده إن هي الصينية أخدتهم كُلّك، فأنا حطيتهم كُلّك كده إيه، في الصينية. زي ما أنتم شايفين كده يا دوبك فردتهم بإيدي حاجة بسيطة، وهاجيب بقى كده بيضاية واحدة بس، وهاحط عليها شوية صغيرين من الفانيليا، وهاقلِّب بقى كده زي ما أنتم شايفين لحد البيضة ما تفُك معايا، علشان خاطر ندهن بيها وش القُرَص بتاعتنا اللي طلعت معانا أحلى قُرَص بسم الله ما شاء الله. شايفين على ما دهنت البيضة كنت طبعًا مش سايبة القُرَص بتاعتي مكشوفة، كنت مغطياها بالفوطة اللي أنا كنت مغطية بيها، ما تسيبيهاش في أي فترة من دي إن أنتِ تسيبيها مكشوفة علشان خاطر السقعة اللي إحنا فيها. اللهم صل على النبي، وبادهن كده كويس وش القرصة بتاعتي وما تتّكيش، يا دوب بس كده تخلّي الفرشة هي اللي تمشّي عليها بالهادي كده، علشان خاطر الخُمر بتاعِك يفضل زي ما هو، علشان تطلع معاكِ مرتفعة وجميلة زي ما أنتِ شُفتوها كده. بسم الله ما شاء الله، تبارك الله، حاجة كده زي العسل. بصراحة أنا البيضة كفّت إن هي تدهن لي وش القرص وفضل منها كمان، وكمان دي كانت بيضة فلاحي، يعني بيضة من الصغيّرة. شوية الفانيلا بنحطهم ما بيخلّوش في زفارة بيض ولا أي حاجة، وزي ما أنتِ شايفة كده بعد ما دهنتها شوية من السمسم كده متنقيين وحلوين هنرُش كده، حابة تسيبيها من غير سمسم ماشي، ما أنتيش حابة ماشي. هتقولي لي أنتِ كده ما عرفتيش فين اللي هي المحشية، مشي من المحشية، أنا طبعًا عارفة إن أنا حاطة دي في جنب ودي في جنب. طلعت بسرعة، طلعت بسرعة يا محلى نورها شمس الشموسة، شايفين الجمال والحلاوة؟ أنا طبعًا كنت مولّعة الفرن ومسخّناه أوي من تحت، وبعد كده لمّا حطيتها خلّيتها على نار متوسطة من تحت ومن فوق، لمّا أخدت معانا اللون الجميل اللي أنتم شايفينه ده وطلّعتها، هنطلّعها من الفرن هنغطّيها ونسيبها بس كده 10 دقايق متغطية، وبعد كده بقى تشيلي الغطا من عليها وتشوفي الجمال والحلاوة، شايفين القعر بتاعها عامل إزاي؟ شايفين هشة وجميلة إزاي؟ بسم الله ما شاء الله، الواحدة من دي ترضي، الواحدة من دي ترضي. هتقولي أنتِ عرفتِ المحشية منين؟ شوفي أنا جبت لِك المحشية منين، لإن أنا طبعًا حاطة ده في جنب وده في جنب وعارفاها، بس أنتِ علشان خاطر ما تتوهش منِّك وتبقي عارفة المحشية من الفاضية، بتحطي ديّة في صينية ودي في صينية. شايفين طرية وجميلة بسم الله ما شاء الله زي العسل، زي العسل. الواحدة من دي ما شاء الله تفطّر كده، ما بتحتاجيش أي حاجة جنبها، معاها بقى اللي هي السادة بتحطّي طبعًا فيها جبنة، بتحطّي فيها أي حاجة، واللي هي بحلاوة كده بتاكليها بسم الله ما شاء الله. زي ما أنتم شايفين كده القُرَص بتاعتنا جميلة وحلوة أهيّة، وأتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو، باحبكم أحلى أخوات في الله، ما اتحرمش منكم أبدًا ولا من تعليقاتكم الجميلة، دايمًا منوّرينّي ومشرّفينّي، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله